الجزائر سنة 1830. المدافع الفرنسية تدك المدينة. سقطت الجزائر والصمت تكسر. رجل واحد نهض، لا بسيف بل بقلم مشتعل، اسمه حمدان خوجة. كان أول جزائري يرفع صوته ضد الاحتلال، لا بالدماء بل بالكلمات. بمؤلف صار مرآة تفضح فرنسا أمام نفسها. ولد حمدان في الجزائر حوالي سنة 1773 في بيت علم ووجاهة. تربى على الفقه، الطب، الفلسفة والمنطق. في سن 11 رافق عمه في رحلات إلى تونس، ليفورنو، مرسيليا، لندن. تعلم الفرنسية، الإنجليزية، وتوسعت رؤيته للعالم. عاد إلى الجزائر بتجربة عظيمة. صار تاجراً ثرياً، مثقفاً محترماً، ورجلاً من رجالات البلد. لكن الأهم أنه ظل جزائرياً حراً. سنة 1830 كل شيء تغير. الجيش الفرنسي دخل المدينة، نهب البيوت، دمر الأحياء، أرعب الناس. حمدان لم يكن ثائراً تقليدياً، بل كان مفكراً يرى أبعد من الرصاص. أدرك أن هذا ليس غزواً عادياً، بل مشروع إذلال ممنهج. فقرر أن يدون، أن يشهد، أن يكتب باسم الجزائر. في سنة 1833 نشر في باريس كتابه الشهير المرآة، لمحة تاريخية وإحصائية عن إيالة الجزائر. فضح فيه كل شيء: السلب والنهب، الاعتداءات على الأهالي، احتقار الشعب، تدمير النسيج الاجتماعي. لم يكتب بردود فعل عاطفية، بل بوصف دقيق ومنهجي. كان أول نص جزائري مكتوب ضد الاستعمار. لم يتوقف عند الكتاب، كتب رسائل إلى ملك فرنسا، تحدث إلى نواب، دخل المجلس البلدي، وسعى داخل النظام لإيقاف الظلم. وفي 1833 وقف أمام لجنة أفريقيا وقال: ما تسمونه حضارة نعيشه نحن كعقوبة. لم ينصت إليه. قرأوا كتابه ثم دفنوه بالصمت. بقي وحده في وجه آلة استعمار لا ترحم. في سنة 1836 غادر فرنسا إلى إسطنبول، مريض متعب لكن شامخ. مات ما بين 1840 و 845 بعيداً عن الجزائر، لكن صوته لم يمت. كان حمدان خوجة أول كاتب سياسي جزائري في العصر الحديث. كتب لا ليرضي بل ليشهد، لا ليطلب بل ليدين. قال للمستعمر: إمبراطوريتكم لن تمحو كرامتنا. ما زالت مرآته قائمة، تعكس صورة شعب لم يسكت قط، صورة رجل وحيد تكلم باسم وطن بأكمله. حمدان خوجة، الجزائري الذي واجه الاحتلال بالكلمة،